هاي جايز، السلام عليكم. واليوم راح اقدم لكم تحدي جديد في فنون الدفاع عن النفس، هو طبعا موجود بالكوكوشنكاي والكاراتيه اللي هو يسمونه فن التكسير. طبعا هذا الفن استعراضي، لكن أنا اليوم مجرد ليس استعراضا، حقيقة 100%، ويمكنكم التأكد من هذا الشيء كما يأتي في الفيديو. إذا تلاحظون مجرد النظر إلى هذه العصي وهذه الموجودات الخشبات إنها حقيقية وقوية جدا، ويمكنكم التأكد من ذلك. انظروا، قويات جدا ولا يكسر نهائيا إلا بقوة كبيرة. والآن سوف نبدأ التحدي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي ضربة السيف اليد. طبعا استعمال الطاقة الداخلية في هذه التمارين يجب، وإذا لم تستطع استعمال الطاقة الداخلية فلن تكسر الخشبة نهائيا. وانتبه، أنت إذا كنت متدرب جديد نهائيا لا أنصحك بالتقرب إلى هذه الأشياء، هذه المتقدمين فقط. والآن ضربة المرفأ، طبعا هي ضربة قوية جدا. الحمد لله. كما ترون أعزائي المشاهدين، الآن ننتقل إلى شيء ضربة جديدة. كما تلاحظون، انتبهوا، فهناك بعض العلامات والأثرات تبقى على اليد، لا بأس بذلك. وأنصح بعدم تجربة هذه الأدوات وهذه الحركات في البيت نهائيا. إنني من المتقدمين والحمد لله والشكر، فأستطيع عمل ذلك. أرجو أن الفيديو قد عجبكم، وإن شاء الله في فيديوهات أخرى تحديات جديدة. بس أريد أن أشوف المشاهدين أن هناك بعض الأثرات المؤلمة على الجلد، فأنصح بعدم تجربة هذا الشيء نهائيا.